السلام عليكم بنات، مرحبا بكم فيديو جديد مع ترطيبه كما العاده. شوفوا يا بنات، هذا الشعر هذا شنو نقولوا عليه دابا؟ بحال الشعر هذا غنقولوا علاش مرطبتي لها، هي مسكينه باقا صغيره هي هكا. المهم الدريه عندها 10 سنين، وبالنسبه لشعرها راه ما كيتفرقش وما كيتمشطش، وديما كتعاني معاها ماماها لدرجه كتخاصم حتى مع الجدات ديال الدريه. كتخاصم الام مع الجدات ديالها، كتقول لها زكي عليها مابقيتش تمشطي ليها يعني الدريه كتبقى تبكي بزاف، لدرجه ان حتى الراجل حتى هو اللي هو بابا الدريه كيتخاصم مع مرتو على قبله. ما خلى، ما جاب الزيوت، جاب الماسكات، ما خلى ما دار والو. قال لك شعرها ما بغاش يرطب، ما بغى. واش كاين شي حاجه غترطب اكثر من الترطيبه؟ الترطيبه هي الحل بالنسبه للبنيتات، هي الحل. خاص غير اللي يعرف يخدم. دابا هاد البنيه هادي شنو نديروا لها؟ نديروا لها بروتين، نديروا لها ترطيبه ولا بروتين؟ من الاحسن ترطيبه. اصلا البروتين واعر عليها بالنسبه لاج ديالها، بالنسبه للخدمه. ماشي لاج، هو كاين لي برودوي ديال البروتين كاينين ديال الاطفال، كاينين يعني الناس الحوامل وكذا وهذه. ولكن انا نفضل نرطب لها شعرها حتى ما ندير لها البروتين. الترطاب، شنو هو الترطاب؟ كيخلي الشعر هابط رطب عادي، ماشي بحال البروتين. دابا الشعر راه ولا زوين فن ملي رطبناه لها ولا واعر، ولكن ماشي لهاد الدرجه. هذا يقدر يخرج البروتين بحال هكا، ولكن حنا كنعاونوه بالشوشوار، كنعاونوه بالمشيط، كيولي جهه ساهل. البنيه فرحت بزاف، عرفتي راه ما كانش كيتفرق ليها البنات. البنيه فرحت بزاف، ارتاحت. غتولي تغسل ليها، تولي تفرق ليها، تولي غير واخا غير في الدار دهنو غير بالسيروم وهو فازب، وتجمعو غير مزيان، طرقو وتلويه غير بحال شكل الشفنجه، غتلقاه واعر احسن من داك الاول اللي كان. هنا في كاين الفرق بين الترطيبه والبروتين، يعني يخرج الشعر رطب عادي وزوين.